طمني يا دكتور، بنتي عامله ايه؟ مبروك يا ست الكل، المدام حامل. ايه؟ حامل ازاي؟ بنتي مش متجوزه، بنتي مخطوبه. ايه؟ زي ما بقول لك كده. يا نهار اسود ومنيل، يفضحتنا. لا ده براجع كده يا دكتور تاني. يا ست الكل انت خضتيني. طب انا كشفت كويس والله، والمدام طلعت حامل. مدام؟ الانسه حامل يا خرابي. الست دي، البنت دي حامل، مش عارف. طيب ابوس ايدك يا دكتور، مش عاوزه حد يعرف، محدش يعرف يا دكتور. الله يبارك لك. كده كده. ولكن انت بتقولي ان هي مخطوبه. طب ايوه. مكتوب كتابها؟ طيب لا لا مش مكتوب كتابها، مخطوبه بس. طب بص، هو انا متاكد كده كده من الكشف، ولكن لو برضه حابين تتاكدوا اكتر وعايزين تيجوا تنوروني في العياده، انا ما عنديش مشكله، تيجي تنوروني في اي وقت، بس انا متاكد من الكشف بتاعي. وبتعالوا بقى علشان احدد لكم هي في الشهر الكام. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام. تعالي تعالي يا كلبه يا مجرمه. امي مين اللي عمل كده؟ انت ايه؟ خطيب يا ماما. يا نهار اسود ومنيل، خطيبك. طب وانت ليه تعملي كده؟ ليه سلمي له نفسك؟ ايه يا ماما انا بحبه، وبعدين حبيتك يا عربه، وعشان بتحبيه بالصبر ده لسه شهر ونص وتتجوزوا. ماما احنا طيب ما عادي احنا نتجوز. هو ايه اللي عادي؟ هو ايه اللي عادي؟ هي سايبه؟ انت متخيله ايه اللي انت عملتيه؟ يا ماما انت متخيله؟ خلاص بقى يا ماما، هو يتجوزني وخلاص. الله يتجوزك؟ وانت مصدقه ان هو بعد اللي حصل ده هيرضى ان هو يتجوزك؟ اكيد هيتجوزني، يعني ليه ما يتجوزنيش؟ بجد؟ طب هشوف. يا خرابي لو على اخوك عرف هيموتك. انت عارفه اخوك ما عندوش يا مرحميني، مش هيرحمك. انت جبت لنا العار، انت فوق عليكي. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ انا حاسه ان رجلي مش شايلاني. منك لله، جبت لنا العار. يا رب استرها، يا رب دبرني. اعمل ايه؟ علي يا يما في علي الحقني يا علي. الحق في ايه؟ اختك مالها يا اختي؟ اختك حامل. انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده. اختي مين اللي حامل؟ اختك شمس حامل. انت بتقولي ايه؟ انت بتخرفي ياما ولا ايه؟ لا مش بجرب، انا جبت الدكتور وكشف وقال لي دي حامل. جبت الايه؟ حامل. الدكتور وقال لك ده حامل؟ انت بتهزري؟ ايوه حامل من ياما انت عامله فيا مقلب ولا انت بتقولي ايه؟ لا يا ابني لا، دبرني. نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اتفضحت. تعمل ايه؟ ايوه. حامل ازاي؟ وامتى؟ معرفش. وفين؟ انا ما تعرفيش ازاي؟ انا كنت قاعده معاهم طول ما هم في البيت، بس بقوا يخرجوا. ايه؟ كانوا بيتفسحوا. مين دول اللي بيتفسحوا؟ بتقول في الفالنتاين كان رايح يجيب لها هديه وخدها. وانا مش قايلك دي ما بتطلعش بره مع خطيبها خالص؟ قالوا ده يوم فالنتاين. يعني انت السبب. بقالهم سنه مخطوبين، فقالوا يعني انا شغال وطفحان قال لي اجيب لها هديه يا حماتي. اسمعي بقى بلا هديه ولا قرف. قلت له دي امانه. امانه؟ يعني انا شغال وطفحان الدم وانت مطلعاها تتفسح مع خطيبها؟ ايوه. هو جوزها مطلعها معاها في الشارع، الناس تقول علينا انا اديته ايه؟ الامان يا ابني. اديت له يا اختي؟ اديته الامان يا حبيبي. طب خلي الامان ينفعنا. يا ربي. خلي الامان ينفع. طب كلمه. اكلم مين؟ كلمه وقول له تعالى واتكلم معاه. بني وش هنتكلم معاه. قول له تعالى. ايوه تعالى استنى، اختي غلطت معاك. تعالى اصل امي ست متسيبه ثابته، خرجت انت وهي وانا هحرج عليها. ما تناقش على اللي فات وخلينا دلوقتي هنحل المشكله ازاي. ثلاثة بالله العظيم. لا اله الا الله. ثلاثة بالله العظيم يما، لو اللي في دماغي ما حصل ما هسامحك. واختي انا هعرف ربي اللي جابها. لما ربيتها يبقى انا مش راجل. طب اهدى. اسكت خالص. اهدى كده يا رب، استرها يا رب وجيب العواقب سليمه يا رب، ويرضى يتجوزها ويداري على الفضيحه. منك لله يا شمس. يا لهوي. ايه انا حامل. انت يا روح امك. قولي كده تاني. انت ايه؟ انت يا روح امك. انت حامل ايه؟ هو انت حامل من جوزك يا بنت انت حامل من جوزك؟ وايه اللي ما تضربنيش انا حامل؟ يعني ايه ما تضربنيش انا حامل؟
تعالي هنا، تعالي هنا، قسما بالله ما جيتي هنا لكسر عظمك في لحمك. تعالي هنا، تعالي. لا. انا عايز افهم الكلام ده امتى وحصل امتى وفين؟ واحنا ربناك على كده؟ احنا ربناك على كده يا علي يا علي يا علي، هو حصل غلطه وخلاص بقى كده. يا بنت؟ هو انت مستهونه بالموضوع ليه؟ عشان هو هيجوزني يا علي. يا بنت هو كاتب عليكي؟ انا مش عارف ده انا بتباهى بيكوا قدام الناس وقدام صحابي، والناس كلها تقول لك دي اختي دي احسن واحده متربيه في الشارع، وانت زباله، وانت قليله الادب وسافله، وانت مش محترمه. عارفه انا هنا عليا اعمل ايه؟ اخلص عليكي، احط ايديها على نفسك واقفل نفسك لحد ما روحك تطلع. انت جبت لي العار، انت فضحتيني، اموتك هروح فيكي في داهيه وهتفضح اكتر. طب قولي لي انا اعمل معاكي ايه؟ طب افرض دلوقتي خطيبك رحت اقول له، قال لي لا دي سابت لي نفسها انا مش هينفع اتجوزها، هتعمل ايه ساعتها؟ رد عليا، هتعملي ايه ساعتها؟ انا عايز اعرف. طب انت ساعتها هتعملي ايه؟ عايز اعرف هتعملي ايه؟ ردي بقى كده عليا، حطي نفسك مكاني. انا دلوقتي غلطت مع خطيبتي، خلاص ما انا شايفها سهله، سلمت نفسها يعني ممكن تسلم نفسها ايه لاي حد ولا ايه؟ ولا انا كلامي غلط؟ اعمل ايه؟ انا لو ضربتك هقتلك هموتك. يا ماما. ماما ايه؟ ماما دي هي اللي بوظتك يا بنتي. اغلط في ابويا الله يرحمه ليه؟ يا ماما. اقف هنا يا بنت، اقف هنا. 3 بالله العظيم لا ربيك، اما ربيتك بحق اما ربيتك يا بنتي. اتأكدت من حمل شرطة الحمر يتم منك. يا افرض ماما. دلوقتي خطيبك قال مش هتجوزها، قوليلي على اخوك عنده بيتكلم معاه يا رب استرها. افرض قال لا. خطيب بيحبني وهيجوزني، بطلوا بقى كلام بقى ومعتقداتكم القديمه دي. ايه ده؟ معتقداتنا؟ يا ريت يا اختي، يا ريت ظني يخيب ويتجوزك واخلص منك، ولا عايزه اشوف وشك. اتفوق عليكي 100 مره. جبت لنا العار ورخصت نفسك. واحده بتكون عزيزه حره رافعه راسها وراس اهلها، عمرها ما تضعف مهما كانت بتحب الواحد، فهي شريفه حره ما تفرطش في شرفها ولا تفرط في نفسها ابدا. لكن انت رخصت نفسك. قال ايه بيحبك؟ هشوف اللي بيحبك. انا رخصت نفس الخطيب ومش لحد غريب. انت بنت بجحه. صدق يا بت، انت حلال الموت فيكي، واللي زيك حلال الموت فيه. خلاص بقى يا ماما، خلصت روحك. دلوقتي اخوك يجي ونشوف. هيجي يعني بقولك ايه، هو عمره ما يتخلى عني خلاص. واثقه قوي منه. واثقة. ومتاكده. متاكده. انا نفسي اخلص منك، ولا هدخلك بيت، لانك جبت لي العار. واحده بتروح لبنتها في الصباحيه بتشرفها. منك لله عرتينا وكستينا، جبت لنا العار. انا خايفه علي يجي يقول لي لا رفض. يا ماما انت بتعملي كده ليه؟ بقولك هو بيحبني، انا متاكده منه. ما تعمليش بقى اللي انت بتعمليه ده. احنا لسه ايام زمان ولا ايه؟ بس دلوقتي الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت يعني الحلال والحرام وكل حاجه سايبه عادي يعني. لا، في عوايد وفي تقاليد عمرها في ما حب. هتتغير. حب بيكون اقوى من اي حاجه، وهو بيحبني وانا كمان بحبه. انا مش فاهمه الثقه اللي انت فيها دي ايه، وهو الحب ده يخلي الواحده تسيب نفسها لخطيبها؟ خلاص يا ماما، ده وقت ضعف، وبعدين الحب ده مشاعر، والحاجه برضو دي مشاعر، واحنا مشاعرنا اتغلبت علينا، فخلاص بقى يعني اللي حصل حصل. مش مشاعركم اتغلبت عليكم، الشيطان هو اللي اتغلب عليكم. انا حاسه ان اخوكي جه. يا رب استرها يا رب. عملت ايه يا علي؟ طمني يا ابني. هي كانت صح مش كده؟ أيوة. وافق. قال لي اللي عنده ماء زي لم. قال لي انا عمري ما اخد واحده سابت لي نفسها، مش هعمل على نفسي معاها. يا فضحتنا يا خرابي. ما تزعليش يا امي، ما تزعليش على تربيتك، مش انت اللي ربيتي؟
ما تزعليش، مش دول اللي خرجوا؟ مش ده حبيبك اللي بتحبوا بعض؟ إيه يعني؟ انا مش همد ايدي عليكي، انا هسيبك تموت بقهرتك، هسيبك تعيشي كده مع نفسك في البيت كلبة ما بتطلعش بره، ممنوعة من الأكل، مرمية في أوضة. ساعتها بقى هتحسي إن خطيبك ده بيحبك. إيه رأيك؟ أنا مش هكلمك أعصب نفسي أموتك، لا، أنا هسيبك كده وتشيلي خرا نفسك. إيه رأيك؟ انا عارفه ان انا غلطانه، وعارفه اللي انا عملته ده ما كانش صح، بس هو كان زي الشيطان، فضل يلعب في دماغي ويقول لي هنتجوز خلاص، اسبوع ورا التاني والايام بتعدي، هنبقى في بيت واحد. صدقيني يا امي انا ضعفت. انا مش قادره اصدق اللي حصل ده كله. انا رجلي مش شايلاني ولا دماغي حاسه ان هي تقيله. ده انت ما كنتش بتخبي عني اي حاجه، كنت بتيجي تحكي لي كل حاجه. ليه 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 خبيت عني؟ ليه عملتي كده فينا؟ ليه دمرتينا؟ طب انت متخيله مستقبلك دلوقتي؟ هو سابك ورفض وقال اللي عنده معزه يلمها. طب اللي في بطنك ده هتنسبيه لمين؟ هيروح فين؟ مصيره ايه؟ يا ماما ما يمكن ينزل من عند ربنا، ويعني خلاص يا ماما سامحيني. وافرض ربنا ما اذنش ان العيل ده ينزل واكتمل وولدتي، هتنسبيه لمين؟ بصي يا علي يا ابني، انا ربيت وادي تربيتي، انا سايبها لك المره دي، اعمل اللي انت عايزه معاها. بس عايزه اقول لك حاجه، بالعقل، ما توديش نفسك في داهيه ولا تخسر نفسك عشان واحده ما تستاهلش. أخلص على مين يا أمي؟ دي زبالة، ده خسارة فيها الضرب حتى، دي جبلة. انت ايه؟ جبلة. خليك عايشة بعارك زي ما انت. بس اقولك على حاجة، انا زي ما قلت لك ووعدتك، انت كلبة هتترمي في أوضة زيك زي الكلاب بالظبط لحد ما تتخلصي من اللي في بطنك ده. وعارفة بعديها يا أمي في عار تاني اللي انت ما تعرفوش، ان هي بعد ما تخلص وتخلص من اللي في بطنها لو فكرتي تتجوزي تاني هنقول له ايه؟ هنقول للعريس الجديد ايه؟ انك مش عايز اكمل. يعني انت شايله عار من كل ناحيه، يعني حياتك ضاعت كلها بمعنى اصح، لا دلوقتي ولا في المستقبل. فانا عايزك كده ان شاء الله كده يا حلوه تروحي اوضتك كده وتقعدي مع نفسك وتحطي خيبه على خيبتك او موتي نفسك، يمكن ساعتها تعرفي ترتاحي. روحي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو كمان، اللي تخلى عنها وتخلى عن ابنه، هو اللي غلط. طب فين ضميره؟ مات ضميره دلوقتي؟ مش كان معشمها بالحب وبقول لها انا هتجوزك؟ ليه خلى بيها؟ ليه سابها؟ ليه بعد ما عمل عملته سابها؟ ليه ضيعها وضيعنا معاها ودمر مستقبلها ودمرنا معاها؟ يا رب رحمتك يا رب.